اتعرف بحضرتك. احمد جمال يا فندم، حملة تمرد السوق. ايه بعض الملاحظات اللي انت ملاحظها يا استاذ احمد وعايز تتكلم فيها بصفه ان انت شاب وفي مرحله بنمر بيها صعيبه جدا في بلدنا؟ والله يا فندم انا شايف ان رئيس مجلس المدينة الحالي بيوعدنا وعود كتير من غير اي تنفيذ، مفيش اي تنفيذ على ارض الواقع. تمام، يا ريت يا استاذ احمد نقول ايه وايه السبب وايه هو الموضوع عشان ما حدش يتهمنا ان احنا بنتهم حد جزافا. وعدنا يا فندم مطالبات كتير، يعني زي العيش مثلا، منظومة العيش 1000 فصول لكل مواطن هياخد حقه في العيش، ال20 جنيه. طبعا في مواطنين لحد دلوقتي ما بياخدوش العيش بتاعهم. شركات باقي العيش محتكرة العيش يا فندم وبتبيعه بالسعر اللي هي عايزاه. وعد يا فندم شباب السوق ان في فرص عمل كتيرة هتتوفر في الوقت الحالي، بحيث ان شباب السوق كله قاعد يا فندم ومفيش حد بيشتغل. ايه المشاكل الثانيه اللي بتواجهنا هنا برضه؟ عندنا يا فندم مشكلة زبالة، عندنا مشكلة رصف. كان مادة الميزانية للرصف يا فندم نسبة تقريبا شارعين هنا جنب الميدان، واغلب شوارع الدسوق مش مرصوفة. عندنا مشكلة صرف صحي. تمام، صرف صحي برضه عندنا شارع الجمهورية كله يا فندم مليان مجاري، مفيش حد بيحله، عامل المجاري دي يبص ويمشي تاني. مشكلة الصحة، المستشفى العام. المستشفى العام حضرتك المستشفى العام فيها سلبيات كثيرة جدا، مرهنين لأقصى درجة. تمام، مفيش أي رقابة على الموظفين اللي شغالين، على الدكاترة. المريض هناك بيتعامل أسوأ معاملة. عايزين نحسنوا الوضع عشان ده مش أكتر، عايزين مسؤول يحس بهموم الناس ويحلها مش أكتر. اخر كلمه بتوجهها للسيد المحافظ المستشار محمد عزت عجوة، مستشار محافظ كفر الشيخ. احب اقول للكابتن المحافظ يا ريت تنظر بعين الاعتبار لشباب مدينه دسوق، لمدينه دسوق، لان مدينه دسوق دفعت في كتير من السنين اللي فاتت ثمن. احنا عايزين نحس ان احنا قلنا الثوره، عايزين نحس بمكتسبات الثوره، عايزين نجلس ورا الثوره بتاعتنا. لكن للاسف في النهايه الشباب بيقوم بالثوره، في الاخر بيجي اي عامل او اي مسؤول بيدخل مجلس المدينة بيتعين في اي مكان، وشباب الثورة كله يا فندم ما حدش بياخد اي حاجة. وده كان احد الاصوات الدماء الساخنة من شباب مصرنا الغالية وحالهم وظروفهم التي نعلمها جميعا، لكن مفيش فايدة. ولا بره احنا لقينا مجموعة عائلات قاعدين. اتشرف باسمك يا حاج؟ استاذة ليلى ابو يزيد حجازي. انا بمضي على استمارة التمرد. استمارة حركة تمرد. ايه رأيك في حركة التمرد يا فندم؟ والله انا من اكثر الناس قمت بالواجب فيها وعامله 1000 استمارة، ممضيه جيراني واصحابي وحبايبي كلك عليهم، لان وضع البلد ما كانش عاجبنا خالص. فعلا حركة التمرد قدمت حاجة للبلد؟ اكيد وعلشان كده احنا كلنا شجعناها. ايه رأيك من مواصفات الرئيس القادم؟ والله يا ريت يكون عسكري. ترشحي حد باسمه؟ ارشح السيسي، لان لو جبنا واحد غير السيسي ممكن يتعارض معاه، والبلد لسه برضه عايزه فيها شويه ارهابيين. الورقه اللي حضرتك بتقول عليها استمارة طلب قضية تمرد واستمارة اكتب دستور. الدستور الجديد عايزة الدستور
طيب ممكن يا فندم اعرف تقويمك لرئيس مجلس مدينة دسوق وقدم ايه للبلد وايه هي السلبيات اللي نفسك تعالجيها؟ والله برضه هي البلد نضجت شويه بس لسه برضه فيها شويه مشاكل. يعني في تدخل في كل شيء في الامور ولسه العيال بجحه، الطلبه في المدارس بجحه جدا. في شويه اخوان في قلب المسجد وارسلنا عرفتنا. في فعلا اخوان في المجلس المدينة؟ ايوه عارف، انا موظفه في مجلس المدينه ولسه في شويه اخوان اخر قله ادب في خالص. بيتحكموا في القرار يا فندم؟ بيتحكموا في كل شيء في كل شيء. انا مش قادره اتكلم لان انا عندي برد اصلا تعبان. السلام عليكم يا فندم. الله يهديك. وجه برضه كلمة للسيد المحافظ وايه رأيك في شغله وايه السلبيات اللي بيواجهها؟ المحافظ يا ريت يهتم بمدينه دسوق اكتر من كده لان احنا اكتر ناس وقفنا في البلد دي، وقفنا ضد الظلم وضد اللي بيحصل في البلد وضد الارهاب، واحنا اللي قدمنا الارهاب وعلمناهم الادب ومفيش واحد بيقدر يتحرك في البلد بسبب العلقه اللي خدوها في السوق. سؤال بقى يا فندم، هل عندك وضع سوق وهل هذا يليق بمدينة مثل دسوق؟ لا احنا عايزين احسن من كده. ازاي؟ عايزين برضه يبقى في نظام شويه، في متابعه في البنات وهي خارجه وهي ماشيه شارع البحر بالذات، كمان البنات اثناء الدروس، الاماكن اللي العيال بيتواجدوا فيها عند المدارس بالذات بيبقى في حواليها، يا ريت الشرطه تهتم بيها اكتر من كده. شكرا يا فندم.